السويداء محاصرة، انقذوا أهلنا في السويداء. نعم، وأنا بدي أقول انقذوا أهلنا في السويداء، انقذوا المدنيين المتواجدين في السويداء من يد ميليشيات الهجرة الخاين والعميل. ضربني وبكى، سبقني واشتكى، على مبدأ كل واحد بلا شرف وبلا دين من أبواق ميليشيات الهجرة اللي عم يدعي حصار أهلنا في السويداء. حقيقة من قام بالحصار هم نفسهم من حاصر أهلنا وأطفال غزة اللي عم يموتوا من الجوع، هو الاحتلال الإسرائيلي وعميلهم الهجرة وميليشيات الهجرة والمجلس العسكري وضباط نظام الأسد البائد اللي عم يعملوا على حصار أهلنا في السويداء. في الحقيقة يا أهلنا، يا ناس، يا أهلنا السوريين، قوافل المساعدات ما توقفت أبدا عن أهلنا في السويداء ومتواجدة. بدايتها تم سرقتها من قبل ميليشيات الهجرة، وحاليا القوافل المتواجدة على مدخل السويداء يرفض دخولها ذات الميليشيات. هم عم يفرضوا الحصار على أهلنا في السويداء لأجل الاستعطاف ودعاية كتير كبيرة على أنه نحن محاصرين، عم يحاصروا أهلنا في السويداء. افتحوا لنا معبر إنساني يا الأردن، افتحوا لنا معبر إنساني يا ناس، لأجل تحقيق عملية الانفصال اللي عم يسعى وراها الاحتلال الإسرائيلي بأيدي ميليشيات الهجرة والمجلس العسكري وكل مجرم من هؤلاء المجرمين. هدول المتواجدين يوم دخولنا إلى دمشق، كل مجرم ونشح ووسخ من الضباط المتواجدين واللي عم يظهروا واللي عم يلقوا بيانات هني فلان في الحرس الجمهوري وفلان ضابط في قيادة كذا، كلهم قد أجرموا، هربوا وتوجهوا باتجاه المجلس العسكري في السويداء واتجاه ميليشيات الهجرة. تجار دمشق والتجار جميعا اللي كانوا يتوجهوا باتجاه مدينة السويداء قبل ما يصير أي شيء كانوا يتعرضوا للخطف. ما عاد في أمان لحتى هاي التجار تشتغل بشكل فعلي وحقيقي في السوق. مئات الأطنان من الطحين متواجدة على مدخل السويداء، وأي لجنة دولية متواجدة في سوريا والكثير من اللجان الدولية متواجدة تتوجه باتجاه السويداء وتشرف وتشوف بعينها بمنع دخول المساعدات إلى أهلنا في السويداء. واللي بيدخل عن طريق الهلال الأحمر ودخل سابقا هو تم سرقته من قبل ميليشيات الهجرة. كل واحد بلا شرف وبلا دين بنقول له سوريا موحدة، في هي لا بوقك ولا أصواتك ولا نعيقك واستجدائك وتزييف الحقيقة رح ينفع أبدا. الآن رسائلنا موجهة إلى جميع كل اللجان الدولية، بنقول لهم الإنسانية لا تتجزأ. يتوجه باتجاه محيط السويداء ويشوف هل وزيرة التنمية هند قابوات داخلي على ظهر دبابة أو BMW، ولا داخلي على ظهر أو على رأس قافلة مساعدات فيها الغذاء والطحين وغيرها وغيراتها. المحافظ وزير الصحة هو معه مدفع داخل، ولا داخل لحتى يشوف الوضع الصحي والإنساني. تصليح الكهرباء مستمر وتصليح عمليات ضخ المياه مستمرة من قبل المحافظة وغيرها. ولكن ميليشيات الهجرة لما عم بتشوف المعاملة الإنسانية هي عم تطلق، عم تفرض الحصار على أهلنا في السويداء. رسائلنا إلى جميع الناس، السويداء هو مكون من مكونات الشعب السوري، وأي ألم يصيبها هو بيصيب جميع الشعب السوري بغض النظر عن أي شيء عم يصير. لذلك لا يمكن تزوير الحقيقة. تم تسجيل أكثر من 50,000 حساب فيك يعني مزور مقفل، تدخل عليه مقفل كله السويداء محاصرة، انقذوا أهلنا في السويداء. نعم، وأنا بدي أقول انقذوا أهلنا في السويداء، انقذوا المدنيين المتواجدين في السويداء من يد ميليشيات الهجرة الخاين والعميل اللي عم يمنع دخول المساعدات الصحية والإنسانية والغذائية وغيرها. كل مين عم يطلب النجدة أو المساعدة من أهلنا في السويداء عم يتم قتله أو يتم اعتقاله. كل واحد عم يقول أنا ما بدي أكون عميل عم يتم قتله. كل واحد عم يحاول يحمي أهله العرب اللي كانوا موجودين عم يتم اعتقاله والتنكيل فيه. والله عليم اسم من الجرائم وغيرها وغيراتها كتير.